أحلام تفضلي. مرة قلت لك أبغى أروح معك كردستان، تذكر؟ دائما أنا عندي في حياتي ما عندي شيء يوقفني في كل اللي أسويه. دائما أنا أمشي، وإذا في شيء في بالي أحطه لازم أسويه، وأنا لازم أغني أغنية كردستانية. إن شاء الله إن شاء الله، من الشرف من الشرف. في عندكم هوية، يعني في غناكم يعني مدرسة تتمشى كذا، يعني كأنكم بحر قاعدين نتعرف عليه. أول مرة نشوفه ما نعرفه هو حلو ولا مالح ولا، بس رائع. يعني ودي أنا هذا بحركم أسبح فيه. يعني إن شاء الله لازم. You love me? She love me. Oh my God. عن جد اليوم أمتعتنا. تغني بأسلوب، يعني أنا دائما لما أسمع يغنون أغاني فيها كثير، فيها شجن وكثير فيها الغنى العربي المشهور. أنت اليوم أجت، يعني ما أدري حتى مش عارفة شو أقول لك، بس اللي أبي أقول لك إياه إنه لازم وحتما ولا بد أتعلم اللهجة الكردية الحلوة اللي أحبها. من الشرف. وأغني أغنية كردية لكم. أحسنت إن الشرف وجودك في عرب ايدل. شكرا. نانسي عم بتوافقيها بكل شيء لأحلام الليلة. قالت لي I love you. We all love you أحلام، الدنسي ووائل وحسن. عمار ميرسي لأنك غنيت كردستاني، فرحت لها قلبها لأحلام. هيك هذا كان طلبك. أنا بدي سميك سفير عرب ايدل لهالموسم، لأنه باختياراتك وبصوتك وبأدائك عم بتقرب الناس من بعضها، وعم بتقرب الحضارات من بعضها، وبرافو عليك. مثل العادة بتغني كتير حلو، وهيدي الثقافة اللي عم يحكوا عنها، اللي عم نتعرف عليها جديد. عن جد نحن فخورين انه عم نسمعك، وانه عم نتعرف على هالثقافة الجديدة علي أنا شخصيا على الأقل. برافو عليك، وحبيت كتير الزي اللي انت لابسه اليوم. هذا شو الزي؟ هذا التراث الكردي عندنا، نحن نعتز به طبعا. كتير حلو. شكرا لك. وائل تفضل. عمار حبيبي. ايه شو هي اللي بتعملها؟ كيف عملتها بالغنية؟ شوي بليز ذكرني فيها. واي واي عمار، انت من اول ما بديت معنا لليوم انا هي اول مرة بنبسط بالغنى تبعك. انا ايه مش عم بمزح اليوم، ما كنت حابب تخلص الاغنية ابدا. واي خلصت بسرعة. انا عم بسمعك كنت طاير، مبسوط فيك قد الدنيا. كفي هيك بهالثقة وبهالصوت. ومش معقول صوتك شو كان عم يلمع على العالي، مش معقول اليوم، عن جد مش معقول. طلعت الفرق ايه بيني وبينك، ما تقول لحدا. يعطيك الف عافيه. شكرا لكم وعلى نصايحكم. عمار الكوفي بموهبته اكثر من هويه فنيه، صوتوا له على الرقب 21.